السلام عليكم. هنعمل النهاردة طريقة جديدة لصدور الفراخ مع الخضار. تتبيلتها مميزة جدا، من جمالها ممكن تاكلي الفراخ بس من غير ما تعملي جنبها خضار، بس انا حبيت اعمل معاها خضار. يلا بينا على الطريقة. عندي حوالي كيلو الا ربع من صدور الفراخ، الصدر كامل بحاله مش متقطع شرايح ولا في اي حاجة. هعمل فيه شرايح بالسكينة كده بالطول، من غير ما انزل بالسكينة للاخر، من على الوش بس. وهعمل كمان بالعكس كده، يبقوا عكس عكاس، من غير ما انزل بالسكينة برضو للاخر، بحيث في الاخر ان شكلها يبقى بالشكل ده كده. هعمل كله بنفس الطريقة. وهجهز التتبيلة بتاعتي، نص معلقة من كل من الملح والبابريكا والفلفل الاسود والزعتر البري والثوم البودر، ولو بتحبوا الحاجة حراقة ضيفي معلقة من هريسة الشطة ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. هقلبهم كويس كده مع بعض، وهضيف ليهم كوباية صغيرة من الزبادي او معلقة كبيرة من الزبادي. وهخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس، وهبدأ ان انا اتبل بيها الفراخ وادخل التتبيلة في كل مكان. شايفين الفراخ كده، الشرايح اللي عملناها ندخل جواها التتبيلة. جميلة جدا، وتقدروا ان انتوا تتبلوها للشوي وتعنوها في الفريزر، او تعملوها كده وتاكلوها من غير خضار مع مكرونة او وايت صوص. في طاسة سخنة هنزل بمعلقتين كبار من زيت الزيتون، وهحط فيها الصدور لحد ما تتشوي معايا وتاخد اللون ده. اول ما تاخد اللون ده من الجنب هقلب على الجنب التاني لحد ما برضو تاخد اللون التاني. هي مش هتستوي هنا في المرحلة دي، احنا بنديها لون الشوي وهنكمل سواها تاني. هطلعهم بقى في طبق كده واركنهم على جنب، واجهز في نفس الطاسة الخضار بتاعي اللي انا هعمله. انا استخدمت بصلاية وجزراية وبطاطاية صغيرة، واي خضار انت حابه تضيفيه تقدري تضيفي كوسه براحتك. في نفس الطاسه نزلت بالبصله، وبعد كده حطيت عليها معلقه كبيره من الثوم والجنزبيل، وحطيت فلفل حامي بس قطعت شرايح كبيره عشان اللي مش حابه يجي يشيله من الاكل. وحطيت جزرايه وبطاطايه كبيره. قلبت كده المكونات كلها مع بعض لحد ما شربوا تتبيله كلهم، ونزلت عليهم بكوبايه من الشوربه او كوبايه من الميه السخنه متدوب فيها مكعب مرقه، وغطيتهم وسبتهم حوالي 10 دقايق لحد ما البطاطس بدات تستوي. جبت الصدور بقى وحطيتهم عليهم على الوش كده عشان تكمل سواها، وغطيتها وسبتها على النار، على نار وسط، ونزلت معاها الصوص اللي نزل منها في الطبق. بتنزل بقى هي سوايل كده، بتسويهم كلهم مع بعض، وكل الخضار بياخد من طعم الفراخ، بتبقى خطيرة. حوالي ربع ساعة كده على النار، او لما تحس ان الفراخ انها استوت خلاص، طلعيها بقى وقدميها مع رز او مكرونة زي ما تحبوا. طعمها تجنن، التتبيلة خطيرة جدا. تقدروا ان انتوا تعملوا التتبيلة للفراخ وما تحطوش معاها خضار. جربوها، انا متأكدة ان شاء الله انها تعجبكم.